بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما كان ونستعين به على ما يكون ونسأله المعافاة في الأبدان كما نسأله المعافاة في الأديان. معافاة في الأبدان كما نسأله المعافاة في الأديان. وأما بعد فإن للتأريخ أرض ورجال. تأريخ بني حسن هذه أرضه، وأما رجاله فأنتم وآباءكم وأجدادكم. والتاريخ يبنى بعاملين أساسيين: العامل الأول حكمة وحنكة وشجاعة القيادة، والعامل الثاني التفاف وولاء وإخلاص الرجال لقيادتهم. وبفضل هذا الالتفاف والإخلاص كتبتم تأريخا لبني حسن. اكو تاريخ يشهد، اكو تاريخ يشهد والحكي توثيق، ويرف بيره عزمنا وينشجخ بالبيت. ولو ان القاع تشهد سولف طويريد هنا يا مشيع، عز ايامك يا عمران. وهكذا تستمر الرجال بولائها والتفافها وإخلاصنا وعزيزكم. انتم سميتوا عزيز بن حسن. بالأمس افتقدنا عزيزنا وعزيزكم فأقمنا له المأتم وجئتم أنتم معزين. أما اليوم فأنتم تقيمون المأتم ونحن نأتيكم معزين. فما أشد هذا التلاحم وما أشد هذا الولاء. لو أن أدر الحزن والنوح ينفع لكتب لك قصيدة وذاتك المطلع وسويها مناحة عليك ما أهجع. لكن عنيد الموت لا يفهم ولا يرحم ولا يرجع، ولا تقل الدمع ما بين عليك. ما يبين دمعة من يبكي النهر، ولقد شاءت الأقدار أن أحضر عند أخي وابن عمي المرحوم علاء العبيد وهو في لحظاته الأخيرة. فنظرت إلى ذلك الوجه ولا بد للمشاعر أن تجيش، وقد جاشت مشاعري. فقلت في نفسي هذا آخر يوم، هذا آخر يوم وشك بيه أشوفنا. وتحت ذاك التراب شلون حطنا. كلفة من ودعه وكلفة ما ودعنا، وبين الأصعب والصعبات الروح احتارت. وقد شاءت الأقدار أن أراه مرة أخرى. بالحلم شفته وقال عندي وصية، ما ادري ايش يريد يقول، فسروها لي.
أنا راح أفسرها لكم. وصوا يوصي وردي تأكد هذا الأمير حسين صيروا له مسند. فماذا تجيبونه؟ أيضا أنا أجيب عنكم. عبر آذان الأصم يهدر وصيتك وعلومك شملة الوسعة. وصيتك عهد لازم ننفذها. وصيتك ومثلك نظل حسين باللازم تجي. وفي هذا المأتم لدي 3 رسائل. الرسالة الأولى إلى الغائب الحاضر المرحوم على عيد. أقول له نم قرير العين، فالبناء مشيد والعز مؤكد، وللعز رجال إن اتهم الخط فإنهم ينامون واقفين. تنام الخيل وقفة وما تجل وتمل. تنام الخيل وقفة وما تجل وتمل، وتظل حارس أمين ومنتشد تصهل. ومن تصهل زلمنا بلا سرج ظهورها تحول. وش حد اللي يقرب للعز؟ وش حد اللي يقرب للعز واحنا بظهر العريانات؟ 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 وش حد اللي يقرب للعز؟ أما الرسالة الثانية فهي إلى الامتداد الطبيعي للمرحوم على العيد أولاده الأعزاء، وفي مقدمتهم نجله الكبير الشيخ حسين على العبيد. أقول له هذا الأمير حسين إيدك بإيده، وللاسم والتلعات مثلك نريده. نعم إن شاء الله. أما الرسالة الثالثة فهي منكم إلى الأمير حسين. الشجرة دوم تصير فيع لأهلها، بس انت فيك عام شاملها كلها. نعم. فيجيبكم الأمير حسين يقول شجراني لو فيك انتم اغصاني، وبلا غصن ما صير في الكماني. ثم يثني لكم ويقول فيكم نشد شراع ونلاوي الريح. بيكم نشد شراع ونلاوي الريح، وعدكم السبع حروف للحي هم يصيح. راح للرحمة وسكن وادي الغريب، ولا تخاف عليه يا بروبة علي. جار عامل جار ابن عم النبي، جار سيد البشر، خير اعمالها جمعكم هذا دوم يدوم والداي، وشفينا وطاف من نيره والداي حسنتم فلا ينقطع. او الدليل والمقباع بي والى روح المرحوم على العبيد. الطالبكم بقراءة سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.